بالله عليك ايه رايك انك سايب الفن وجاي للكوره؟ اقسم بالله العظيم نفر من الفن الى الفن. طيب قبل ما نبدا الحلقه ونتكلم عن مصر وبلجيكا في احنا افتتاحيه ايه ماشي. افتتاحيه ماتشاتنا في كاس العالم. مش هتكلم على التمثيل؟ لا التمثيل ده على قناتك ان شاء الله. خلاص طب ما تسيبني اقدم. اتفضل يا باشا. انت مسميهم ايه مين؟ الجمهورك؟ لا مش مسميهم، هو كل واحد بيسمي ما نفسه. ينفعش. يعني غلط في علي غلط ومحمد غلط وسعد. غلط. هننجح ازاي على اليوتيوب؟ بجد والله. والله العظيم. اصل انا هفهمك حاجه، اي حد بتفرج عليه على اليوتيوب ولا ايه بيقول يا صديقي ويا عزيزي لازم. ما بصدقوش. ما لازم. ما هم ما يعرفنيش. ما انت برضو، ما الناس ما بتحبش تسمع الا الغزل، ما الناس ما بتحبش الصراحه. اقول لك على حاجه، قول لي كده. الموت، هل الموت حقيقه؟ مش عارف احنا ليه بنروح هنا بس. ايوه الموت حقيقه ولا لا؟ حقيقه. حقيقه. هل حد بينكرها؟ لا ما حدش بينكرها. بس هل الناس بتحب انك كل شويه تتكلم عن الموت؟ لا. يبقى ايه؟ يبقى نقول لهم يا عزيزي ويا صديقي ويا حبيبنا ويا عمنا. قدم يا باشا واتفضل. اهلا بيكم اعزائنا الاصدقاء وحبايبنا الجماهير في الحلقه الاولى واحتمال تبقى الاخيره من برنامجكم الكوره في ملعب خالد. يا عم لا، فنان كاس العالم. فنان كاس العالم عشان انت فنان وانا كاس العالم. لا انا فنان وانت الكاس. ايوه ودول العالم. ودول العالم. اهلا بكم في الحلقه الاولى من برنامج فنان كاس العالم. قبل ما نتكلم عن ماتش مصر وبلجيكا، عايز اسالك سؤال. انت بص لهم ليه؟ بص لهم وحشني قوي. هسالك سؤال. ايه رايك في الناس اللي بتقول ان دايما الفنانين لما يروحوا معسكرات كاس العالم بيجيبوا لنا الفقر؟ الصراحه عندهم حق. بجد والله اقسم بالله عندهم حق. طيب انت بس برضو اتفضل. ماشي هقول. لا قول براحتك. هقول مش فن. فن اقول انا. بس برضو مش عايزين نجيب ضعف واهمال وعدم التزام اللعيبه وعدم اخذهم للبطولات على محمل الجد على قفا الفنانين. صح. يبقى ايه؟ يبقى الفنانين غلطانين واللعيبه ايه؟ غلطانين. واحنا برضو غلطانين. ليه؟ عشان بنجيب في سيره الناس. كلنا فاسدون. طيب هو الفكره بتاعت البرنامج ايه بقى يا كابتن ناصر؟ تسمح لي اقول لك كابتن ولا اقول لك استاذ؟ استاذ هناك. انا هناك استاذ. هنا كابتن عادي. هنا كابتن عادي. اصلك لابس فرنسا وبتاع ومتشيك. اصل كابتن دي برضو تحسها بتتقل للطلع والنازل. يا ابني الاستاذ بتقولها اول ما تدخل المدرسه. بس يا استاذ يا استاذ. بس استاذ. استاذ. انت عايزها استاذ. بتخاف منه ولا لا؟ بخاف. في استاذ ما بتخافش منه؟ كان في 3-4 كده بس معدودين يعني. بس ايه؟ قله حصل. لكن كابتن تحسها اي حد ماشي في الشارع. صح. اوبر كلهم كباتن. الطيار الدليفري كابتن. بالظبط. النقيب باين بيبقى كابتن ولا لا؟ ده في هناك في امريكا. هنا لا عادي. هنا لا عادي. هنا نقيب عادي. طيب انت اتفرجت على ماتش مصر والبرازيل؟ تحفه. عايز رايك الفني في الماتش. انت دلوقتي رايك كمتفرج. ليه بقى؟ لان انا ما بحبش الناس اصلا كلها قاعده في البيت بتتفرج على الماتشات. حصل. ليه احجر على رايهم واقول انت ايش فاهمك انت في الكوره؟ بتتكلم في الكوره ليه؟ ما كل الناس بتفهم في الكوره عادي. صح. فاهم قصدي؟ يعني هي مش ما فيش حد بياخد شهاده ممضيه من الجامعه وبختم النسر ان ده بيفهم في الكوره فخلاص هو بس اللي يتكلم. وعلى راي المثل الكوره للجميع. الكوره للجميع. اذا الجميع من حقه ان هو يتكلم في الكوره. بالظبط كده. على احمد شوبير. طيب خلينا اقول لك كم نقطه بسيطه بس. اولا حسام حسن لعب بطريقتين. لعب بطريقه 4-4-2 فلات باثنين مهاجمين. انت ايه راح؟ مش انت قلت فلات؟ ايوه ما هي اسمها كده بجد. ده بجد. ايوه والله اسمها كده. في فلات في الكوره. ايوه ده في كل حاجه. كل حاجه بقت فلات. انا عارف انت مضيق في الموضوع يعني احنا منتخبنا فلات. لا لعب بطريقه الفلات في الشوط الثاني غير. الفلات بتلعب ازاي؟ بس مش قصدي والله. اولا الاداء كان كويس جدا. ماشي. ولكن كان في بعض غلطات جايه من التوتر من اللعيبه. اقسم بالله انا حسيت كده. صح؟ والله العظيم انا حسيت ان اللعيبه بتاعتنا كان اخويا، كنت بتفرج مع اخويا على انا اخوه برضو بس مش انا يعني. ليه اخ؟ احنا 8 اولاد يا شباب. يا عالم بقى ما انت سالته. احنا يا عالمي. يبقى ده عالمي. بتفرج عليا انت عالمي. خلاص بص يا عالمي. خلاص من هنا ورايح ايه؟ العالمي. بص يا عالمي. تصدق بالله انا في قناتي ما الاقي كلمه اقولها للعيال. والله العظيم. خلاص بقى دي قناتك. كل فيديو بكلمه. قناتك وبيتك والله العظيم. بص يا عالمي. انا كنت قاعد مع اخويا بتفرج على الماتش. اقسم بالله بقول له احنا على فكره ممكن نكسب اهو عادي، ممكن نعملها، بس الخوف مضيع مننا كل الكوره. حصل. مضيع مننا كل الهجمات.
الدفاع بتاعنا بجد انا ما شفتش ضعف كده في حياتي، ما شفتش رعب كده في حياتي. في ايه يا عم؟ هو في ايه؟ هقول لك انا رايي في الموضوع ده ايه. انت عندك حق 100%. عشان كده في ماتش بلجيكا، واول ما ندخل بقى في الماتشات الجد لازم في 3 لعيبه ما ينفعش نبدا من غيرهم. ايا كان بقى طريقه اللعب اللي حسام حسن هيلعب بيها، ايا كان يعني يلعب ب3 في الدفاع، يلعب ب2 بس، يلعب زي ما يلعب. محمد عبد المنعم، محمد صلاح، وامام عاشور. اسالني ليه؟ ما قلتليش ليه؟ اولا انت بدات تلعب عايز تطلع بالكوره من تحت، اللي هو البناء من الخلف، وتطلع بالكره شوبير يباصي للدفاع او نص الملعب وتبدا تحضر لعب. مش بتلعب اللعب المباشر اللي هو ايه، ترفع الكره لقدام وزي ما ربنا يسهل. لا، انت بتبني لعب وعايز تبقى منتخب محترم بيلعب كره على الارض. فبالتالي انت محتاج ايه؟ جول كيبر بيلعب برجليه كويس، وده موجود عندك مصطفى شوبير. ولكن عندك الاثنين مساكين. والصراحه عمل ماتش كويس قوي 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 قدام البرازيل. واوحش حاجه في فريقك لما يبقى الجول كيبر هو احسن واحد في الفريق. انت ده حافظها قبل ما تيجي على طول. لا، مصطفى اخويا شوت هو اللي معلمني اساسيات، هو اللي معلمك دي، ودي اساس من الاساسيات الصراحه. جامد. فبقول لك بقى الاثنين مدافعين اللي عندك بيتوتروا، ما بيعرفوش يطلعوا بالكوره. عشان كده يجي دور عبد المنعم، بيعرف يخرج بالكوره ويعرف يلعب الكوره الطويله كويس وبيلعب على الارض كويس. حلو. هنا يجي دور مين؟ امام عاشور ومحمد صلاح. الاثنين دول اكتر 2 في الفريق يعرفوا يحافظوا على الكوره، بحيث ان انت لعبت له باص هو مش عايز يخلص من الكوره، ويقدر يقف على كورته ويباصي وعينيه كويسه ويحافظ على الكوره فيسحب الفريق لقدام. نفس الكلام على محمد صلاح قدام. اللي انت شفته بقى في ماتش البرازيل في الشوط الاول هو ان حاولنا نعمل ده مع مهند لاشين، اتضغط عليه وتوتر والكره اتخطفت وجا فينا جول. انا عايز اتكلم في جزء تاني ممكن يكون بعيد شويه عن اتفضل عن الماتش. يعني انا شايف برضو ان يعني الحمد لله، انا ما اعرفش هو في مذيعين مصريين هيذيعوا على علي محمد علي، ده اللي كان بيعلق على الماتش اللي فات بتاع مصر والبرازيل. لا مش هو. اصل في حته كده في المذيعين يا جماعه المصريين، ده بلال علام اللي انت بتتكلم عليه. المذيعين المصريين عموما احنا بنشجع منتخبنا وعايزين الاجواء فيها حماس ومش عايزين نثبط الروح المعنويه ومش عايزين الكلام ده، بس مش عايزين تطبيل يجيب لنا الضغط. يعني في غلطات احنا بنشوفها فادحه، بتلاقي المذيع برضو بي مش عارف ده صح ولا لا اللي انا بقوله ده. لا اقول براحتك. بيحابب طريقه اللي هو يحسسك ان احنا عبط وهبل وعيال صغيره قاعدين في البيت، اللي هو لا يعني حسسنا ان انت برضو ايه بتتفرج معانا، حسسنا ان انت زينا، يعني زي المذيعين بتوع بي ان سبورت. ده جانب فني حلو، ده جانب مهم. الحاجه الثانيه، لحد امتى هنسافر بطولات عشان لقطات؟ لحد امتى هنسافر بطولات واحنا ما عندناش الروح بتاعت ان احنا عايزين فعلا مش اعلان ان احنا ما نرجعش على طول؟ احنا مش عايزين نسافر فسح وصور ونبدل التيشيرتات انا سايب لكم الكلام الفني قوي لخالد، لكن الكلام الفني من بره انا قلت لك بقى في بدايه الحلقه عشان العالمي هيزعل. لا مش هيزعل، كل واحد هيتكلم في الكوره من الجانب اللي هو شايفه. اصل الحاجات دي بتنرفزني قوي. ما هي حاجات ومنرفزني قوي الاعلانات اللي معموله. انا عارف ان احنا عاملين لكم زحمه انت يعني والمختصين، يعني سواء من الجمهور او مقدمين البرامج. طبعا انتوا طول السنه بتشجعوا ماتشات وبتشوفوا دوريات، من دوري ابطال لدوري انديه. ما انت بتتفرج برضه. احنا بقى العامه او الدهماء من الشعب امثالي، احنا بنيجي نعمل لكم زحمه بقى في المواسم اللي زي كاس العالم دي. والله العظيم ونتفرج معاكم بقى وتحسوا لا يمكن اليقين لا يمكن. لا والله لا والله يعني حاسس ان احنا عاملين لكم زحمه وضغط قوي في انا بحب الاراء الفنيه اللي هي بتيجي من اصل انت بتتفرج بقلبك. يعني انت مش هيفرق معاك ده بيلعب 6 ده بيلعب 8 ده بيلعب مش عارف فين. ايوه انت بتتفرج بقلبك. انا عايز اسمع قلبك ده بيقول لك ايه. انا عايز لما العب ببجي مع واحد من بلد عايز ابقى فخور، عايز ما اخش احنا هناك ايه لا الكلام ده ما بتقولش هنا. عايز ما اخش مع حد من دوله تانية ابقى فخور، ببقى اقول له ايجيبت او ايجيبت. انا بتضايق من ايجيبت بقى، انا بحب اقول مصر. ما هو التاني اجنبي، ما هو يعرف ان مصر هي مصر. بس ازاي؟ ما فيش حاجه اسمها ايجيبت، اسمها مصر. هو يعني بيقول لنا ما هو بيقول لنا انجلاند واحنا صح انجلترا. عايز اقول له مصر ايوه يفهم. يقول لي يعني اقول له ايجيبت هنروح فين؟ مش هيفهم يعني. عايز لما اقول ايجيبت كده يبقى هو عارفها. نفسي نتعرف بالكوره بقى مره. احنا من امتى ما خدناش كاس عالم يا رجاله؟ من امتى من امتى يا عالمي؟ احنا امتى اخدنا كاس العالم؟ امتى كسبنا في ماتش في كاس العالم؟ انا بحسب سوريا بطوله جديده، انا بحسب كاس العالم ده من زمان. انا ما اعرفش، انا اسف.
ما هو من زمان، من 1930. ايوه من امتى بقى يا عالمي احنا ما خدناش كاس عالم؟ يا ابني احنا ما كسبناش ماتش قبل كده في كاس العالم. ايوه ما خدناش عمرنا 3 نقط. قول والله. اه والله جامد. بجد والله. اه والله. طب انت إحنا- متفائل؟ عارف اللي هي ال 2% اللي هي عند إيه؟ كل واحد فينا دي، ايه ال 2% دي؟ ان احنا ناخد كاس عالم؟ لا انت فاهمني غلط. مش إيه؟ متفائل بدي، ما- متفائل ان احنا هنلعب كويس ونكسب نصعد للدور الجاي. طيب هو ان شاء الله كده كده في المجموعه اللي احنا فيها ان شاء الله هنتصعد احنا وبلجيكا دي باذن الله، ان شاء الله يعني باذن الله. ان احنا نتاهل بقى الدور 32 ودور ما احنا لما نتاهل من المجموعه نوصل دور 32. اه قصدك بقى ال 16 ان احنا بقى نكمل قصدي بعد ال 32 بقى نطلع ال 16 وال 8. والله برضو عندي ال 2% امل ان احنا نودي. يعني انت شايف ان في حاجه، يعني ممكن نعمل حاجه؟ هو احنا ما نستاهلش. ليه بقى؟ احنا كفريق وكمنتخب ما نستاهلش، مع ان كابتن حسام عامل شغل حلو والله. منتخب كويس، يعني من زمان ما شفناش منتخب كويس كده. بس حاسس ان عندنا خوف كده وعقده من المنتخبات الكبيره. عارف عقده الخواجه اللي عندنا احنا كشعب من ما عنديش انا العقده دي، ولا انا والله العظيم اقسم بالله. لا ما عنديش وحياه ربنا الحمد يعني لله. فكك من المولت والكلام ده. انا غير انا في العادي والله مصر مش ايجيبت. بس بحس وده حسيته قوي 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 عالمي في ماتش مصر والبرازيل. الخوف اللي شفته من اللعيبه بتاعتنا قصاد البرازيل، مع ان انا شايف ان البرازيل اصلا بتلعب تحس ان هم كمان مش بيلعبوا برضه بالفول باور، لان هم برضه خايفين مثلا من اصابات، خايفين من حاجات تحصل لهم. طبعا نيمار هيرجع. نيمار اتصاب، هيرجع مش عارف هيلحق ولا لا. هيلحق، هم كانوا قايلين اسبوعين. فهم كانوا خايفين اصلا على لعيبتهم. انت جاي تطرش كل المعلومات اللي انت حافظها. انا شفت الماتش لا قصدي على اصابه نيمار وكده. لا اصل انا فرحت قوي لما نيمار اتصاب. حتى بعت لا لما انشيلوتي خد انا مش بعت لك لي الفيديو لما كانوا بيحتفلوا وجاب جون الصراحه حلو قوي. جاب جون في نفس الماتش اللي اتصاب فيه. جاب جون حلو قوي، لم كده كام واحد وقام حطها في سقف الجون. الصراحه انا بحب نيمار وبحب ميسي وبحب كريستيانو، ودي مش هتلاقيها في حد عالم، مش هتلاقيها في حد عالم. بتحب صلاح؟ بحب محمد صلاح قوي 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 ومرموش، وانا بحب كل معاه ده. مين؟ احمد شوبير. انا متاكد الروح اللي هنكون بيها ان شاء الله في ماتش بلجيكا هتبهرني وهتبهرك وهتبهرك يا عالمي وهتبهر المصريين. طيب وهتدينا امل ان احنا هنودي جامد، بس اتفرج علينا لما نصعد بقى. طيب انت توقعك ايه للماتش؟ لا الحد ما بحبش. بص لا يعلم الغيب الا الله. لا انا قلت ايه توقع، تمني. شايف، تخيلت الماتش حسيت هيروح على فين؟ انا حاسس بنسبه 99%، بنسبه 99% باذن الله مصر وبلجيكا هنعمل حاجه يعني ممكن تخض الناس كلها. احنا نكسب 2-1. انت كده الحت بقى. انا كده الحت بس ان شاء الله. هو انا ما عنديش مشكله ان احنا نكسب بلجيكا، بس عندي مشكله ان احنا نجيب جونين. بس هو عامه فعلا منتخب بلجيكا مش منتخب مخيف خالص. احنا برضه عندنا خط هجوم قوي، اللي انت الاسماء اللي انت ايوه والله العظيم هجوم محترم. ترعب اقسم بالله ترعب. مرموش عندك وصلاح عندك وامام عندك وتريزيجيه. صح الماتش اللي لا تريزيجيه كان وحش. بس هو ليه بقى حسام حسن بيعتمد عليه؟ عشان هو بيرجع يدافع مستقتل على الدفاع. انا يا خوفي من حاجه والله خايف. ايه هي؟ خايف يا حسام يا حسن تعملها. ايه قول. صلاح ماله؟ لا انسى. بص انا اصلا هفهمك حاجه. الحركه بتاعه ينزلوا اخر 10 دقايق. لا هفهمك حاجه والله بجد. هفهمك حاجه بجد والله العظيم. بص مفيش واحد عاقل في الدنيا كلها، واحد عاقل هيبقى عنده صلاح وهيقعده على الدكه. بكلمك بامانه والله. بص صلاح ده بيقدر يطلعك من الضغط، بيقدر على الاقل يسحب 2 مدافعين معاه في مرتده، يعرف بسرعته يروح فيها او يديك ثرو. بجد مش هتشوف كواليتي في مصر كلها زي اللي هو بيلعبه. يعني مفيش حد هيقدر يبقى موجود في المنتخب يدي كواليتي باص او ان هو يخرج الفريق من الضغط زي صلاح. فاكر الثرو اللي عمله لامين يامال بالخارجي فاكره للمهاجم الصغير؟ كان رافينيا ولا كان انا مش فاكر كان لمين، بس انا فاكر انا اللي جاب بالي صلاح. والله صلاح اقسم بالله افتكر بيعملها كتير بجد وبيعملها اصعب. وحياه ربنا بيعملها كتير وبيعملها حلو. فانا بقول لك انا بصراحه برضو متفائل معلومه على الهوا كده. متفائل بماتش بلجيكا وحاسس ان احنا هنقدم اداء كويس،
والله يعني حاسس ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه سواء تعادل او فوز. يعني مستبعد بصراحه ان احنا نخسر الماتش ده، وواثق جدا في حسام حسن وواثق في المنتخب ان هم هيقدموا حاجه كويسه. يعني الاول مره في كاس العالم ان شاء الله هنقدم حاجه كويسه. طب انا عايز اسالك سؤال كده يا عالمي، ويعني عايز اخش في الحته اللي فيها شراجه كده، اللي احس فيها ان انا واد خبيث قوي. طيب الناس اللي بتقول ان احنا مش هنشجع منتخب مصر في كاس العالم، اقول لك رايي بامانه والله العظيم بامانه. لو طلعت شتيمه هنحط تيت، بس انا مشكلتي مع الناس دي حاجه واحده بس. بجد والله يعني ما عنديش مشكله ان هو ما يشجعش المنتخب، عادي ما تشجعوش يعني. انا مشكلتي ان هو عايز الناس تسيبه براحته، يقول ان انا ما بشجعش المنتخب ومين حد لسه بيشجع المنتخب والكلام ده، ويروح للناس اللي بتشجع المنتخب يقول عليهم هطلوا انتوا لسه بتشجعوا المنتخب ليه، ده منتخب كذا كذا كذا. فاهم؟ يعني هو عايز الناس تعامله بطريقه هو ما بيعاملش بيها الناس. وانا ضد ان انا اشتم اللي ما بيشجعش المنتخب، ما حر. يعني ده مش هيقلل من وطنيته حاجه، عادي. هو مثلا ممكن يكون عنده اسباب كتير، منها ان هو ما شافش اي حاجه من المنتخب ده، ما شافش حاجه من اللعيبه، ما شافش لعيبه بتحزق، ما شافش لعيبه بتموت نفسها زي الجيل القديم. ماشي. ما الجيل الجديد مثلا اللي اتربى على ان ما فيش جمهور والمنتخب ده ما بيعملش حاجه وعلى طول فشل فشل فشل، فهيحب المنتخب ليه؟ فاهم؟ انما احنا اتعلقنا بالمنتخب زمان وقت الانتصارات ووقت الفوز ومش عارف ايه والكلام ده، فالناس بقى بتاخد الاوضاع اللي البلد فيها وتعكسها على المنتخب، وده طبيعي. ولكن انا ضد اللي يطلع بس يقعد يتخانق او يشتم او يغلط في الناس اللي بتشجع المنتخب، وضد اللي عمله هادي كمان، هادي بسيوني، اللي هو هاجم الناس اللي هو هاجم الناس دي. ما انت عملت زيهم. ما هم بيهاجموا الناس اللي بتشجع المنتخب، ما انت هاجمت الناس اللي بتشجعش، ما هو حرين. وعادي يا عم الناس تشجع البرتغال، وعادي الناس تشجع الارجنتين، وهم برضه حرين، ما هو بيحبوا اللعيب ده وبيشجعوه زي ما انت بتشجع فرنسا كده. لا ده المنتخب اللي هو ده الاساسي، الديوك ده العيش. قليله بلو بس. بعد بلدي. بعد بلدي. طب انت ايه رايك في الناس دي بقى؟ الصراحه انا شايف ان هي حاجه هم مهما عملوا ده، لو انت يعني مصري وطني وكل حاجه، انت بتكذب على نفسك قبل ما تكذب على غيرك. يعني انت بتدعي ان انت فعلا مش هتشجع بناء على غضب ما نتيجه لسبب حصل ما، خلاص. فهي في النهايه انت بتكذب على نفسك. فاللي هو عارف انت اخوك الصغير لما يكون غضبان بس بيفرغ، فانا باخدها كده اللي هو انت بتفرغ اللي هو يا عم تمام، وهتيجي وهتتفرج وهتيجي جون هتتنطط، ويعني الكلام ده كله انا عايزهم بس ما يحتفلوش معانا. هيحتفلوا. لا ما خلاص اثبت على رايك، اثبت على مش انت ما بتشجعش المنتخب، خلاص يا عم سيبنا احنا نحتفل واقعد انت على طب انت شايف ان ليه حق انه يزعل؟ اي نعم الزعل ما يوصلش لدرجه اللي هو انا مش هشجع المنتخب وانك تاخدها كده كبيره، بس انت شايف ان هو ليه حق انه يزعل عادي؟ يزعل عادي ازاي؟ ان هو ما يشجعش المنتخب يعني؟ لا. انت عارف انا قصدي على مين؟ انا قصدي على في ناس كتير شايفين ان هم مش هيشجعوا المنتخب عشان سبب معين قوي. انت مش عارف السبب ده ايه؟ لا انتوا كده بقى مش لا ما اعرفش والله. ولا انت يا عالمي في الكومنتات بقى ما تحرجناش بالله عليك وقول. بسبب ان المنتخب معظمه من الاهلي، وخصوصا الحركه اللي عملها حسام حسن في اليوم اللي فاز بيه الزمالك بالدوري. طب بس الموضوع ده يعني طول عمره كده، بس هو طول عمره يعني ايام حسن شحاته على فكره، ايام حسن شحاته كان برضو نفس الوضع. وبعدين قصه مصطفى محمد وعدم استدعائه. بس خليني اقول لك حاجه، مصطفى محمد ما يستحقش بصراحه. يعني انا بس بوصل للعالمي احنا مش قصدنا الزملكاويه، لان ده سبب كبير احنا كلنا عارفينه، بس احنا مش قصدنا الزملكاويه، احنا قصدنا عموم الناس اللي بتقول ان احنا مش هنشجع المنتخب. لا بس هو طول عمر المنتخب قوامه الاساسي من الاهلي. حسن شحاته كان بيعمل كده، وحسام حسن عمل كده عادي. ده حاجه. تاني حاجه ممكن مثلا يكون كام لعيب اتظلم، 2 3، ده بيحصل في كل المنتخبات عادي جدا، ان 2 لعيبه ولا 3 لعيبه يتظلموا وما يروحوش المنتخب بسبب قناعات مدرب. واخر حاجه بجد، مصطفى محمد ما يستاهلش يروح المنتخب. يروح المنتخب ليه؟ لا بيلعب مع فريقه ولا قدم اي حاجه من ساعه افريقيا اللي قبل اللي فاتت دي، من بعدها بجد ما قدمش اي حاجه لا مع المنتخب ولا مع النادي ولا اي حاجه. فهو بعيد كل البعد عن ان هو يشارك اصلا مع المنتخب. فانا مش عارف الزعل ده جاي منين يعني. طب لا قدر الله لو منتخبنا خرج من المونديال، هتشجع مين؟
والله بص انا برتغال بصراحه، في برتغال وانجلترا. برتغال وانجلترا. انا شخصيا من بعد فرنسا، منتخبنا الوطني فرنسا انا بقى بشجع فرنسا جدا، بس لا طبعا لا شيء يعلو فوق مصر. مصر الدنيا يا جدعان. سلام على النطق. لا دي مفادي في بس انا القلب. ما حضرتوش على المسرح ده. انت لو فتحت قلبي هتلاقي بطين ايمن وبطين ايسر، لو فتحت هتلاقي يا عم ده انا مستضيف الدحيح. الدنيا. مفيش معلومات كده تطير منك، كوره، علوم، فن، ايه يا عم؟ اقسم بالله انا ممكن اقول لك العالمي في سنه كام. انا عارف. ايوه انا عارف. لا انا عارف انك عارف كل حاجه. بعد الدنيا مصر لا قدر الله لو خرجت شجع فرنسا. الا اذا البرتغال عملتها. انا اتمنى للدون كريستيانو عشان كريستيانو بس. عشان كريستيانو بس. في نهائي انا هموت واشوفه. ايه بقى؟ امريكا وايران. وانت يا عالمي قول لنا، يعني انت غصب عنك هتشجع مصر، انت حتى لو ليبي عندنا هنا في القناه تشجع مصر، بس لا قدر الله لو منتخبنا الوطني خرج اكتب لنا في الكومنتات، حط كده جنب في الكومنت بتاعك الاعلام اللي انت هتشجعها في كنا بنعمل كده على تويتر كاس العالم جنب الاسم. انا هعملها السنه دي على تيك توك. طيب قول لهم السلسله دي رايحه على فين بقى؟ السلسله دي راجعه لو تعرف المكان ده فين، لو تعرف احنا ساكنين فين، هنعمل جيف اواي قويه 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 من عند كي جي كوره وخالد عاطف. ايه ده؟ ايوه هنعمل جيف اواي. يا ابني انت مشهور اكتر مني، انت اللي تعمل. انت هنا مشهور اكتر مني. لا عادي. عايزين كمان تقولوا لنا رايكم في التعليقات، هل نكمل في السلسله اللي احنا لسه بادئينها حالا دي، ولا نرجع بجد مطرح ما جينا ويبقى الفيديو الاول والاخير، ونسمي السلسله ايه يعني؟ ونكمل كلامنا على القهوه عادي، مش لازم قدام الكاميرا يعني. هنصور برضو على القهوه. انا جيت، انا مرتاح قوي. انت مرتاح صح؟ انا حاسك مبسوط وانطلقت بامانه. ما سيبك من الفن، ما الكوره فن. صح، ما الكوره فن. صح. شكرا على وقتكم، والعفو لو هتقول شكرا على وقتنا، واشوفكم ان شاء الله قريبا بعد ماتش مصر وبلجيكا ان شاء الله. السلام عليكم.